السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماي بسكوت. اليوم جبت لكم تحضيرات ان غوتي ديته للمدرسة تاع الابن تاعي. درت فيه دي ابل كيك او كيكه بالتفاح، درت فيه دي كب كيك بالشوكولا ودي ميني بيني على شكل اشرطه محشيين بالشوكولا، جاو شابين وبنان بالبزاف. هذا البسكوي تاع التفاح ابل كرامبل كيك ايضا جا يذوب في الفم، جا من اروع ما يكون. غادي نشوفوا تحضيرات اللي بديت اولا بعجينه لي بيني باش ترتاح مليح، جاو شابين بالبزاف. هاد لي بيني في اناء ديت 2 كيسان فرينه، زدت عليهم 3 ملاعق من السكر، تقدروا تدوا ملعقتين فقط من السكر، ندوا ايضا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه خميره الخبز، نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه، ملعقه كبيره من الزبده، الفانيليا طبعا ما ننسوهاش، بياض حبه تاع بيض. نخلط هذه المكونات جيدا ونلم بالفرينه، نلم طبعا بالحليب، الحليب هنا دافي، ونخلط العجين، عجين يكون طري ويتلاصق في اليد. كملت هنا بلو كروشي، حطيته على جانب، خليت هذا العجين يرتاح ويختمر. في آنية أخرى غادي نوجدوا عجينة الكب كيك والأبل كرامبل كيك. هنا عندي حبتين من البيض، زدت عليهم هذاك الصفر اللي خليته، كأس إلا ربع من السكر، كأس إلا ربع من الحليب الدافئ، فانيلا. هنا ديت كيسين، تقدروا ديروا كيس واحد، نصف كأس من الماء الدافئ ونصف كأس من الزيت. خلطت هذه المكونات جيدا حتى ولا عندي خليط رغوي، زدت عليه 3 كؤوس من الفرينة. طبعا الملح ما ننساوش، والملح ايضا ما ننساوش في عجينه لبني، خاطش ما ذكرتهاش، خاطش انا تاني نسيته. المهم زدت هنايا 2 كيسان فرينه، درت عليهم خميره الكيميائيه بوزن 15 غرام، يعني تدو ساشي ونصف اللي عندها تاع 8 غرام، وتخلطوا مليح. من بعد تزيدوا الكأس الثالث وتخلطوا، وتزيدوا نصف ملعقه كبيره او ملعقه صغيره من الخل. خلطوا هذا العجين جيدا. هنا ديت آنية اخرى، ديت ثلث هذا الجزء غادي ندير به لابل كرامبل كيك ولا كيكه التفاح، والباقي غادي ندير به الكب كيك. نخلو هذاك الجزء نغطوه ونخلوه على جنب يرتاح. وهذا الجزء اللي غادي نديرو به الكب كيك غادي نزيدو عليه ملعقه كبيره من الكاكاو نخلطو غير قد ما يتجانس لنا الكاكاو في الخليط. وعندنا القوالب تاعنا تاع الكب كيك غادي نعمر فيهم للثلث، يعني ندو ثلث القالب نعمروه بالعجينه ونخلوه ايضا يرتاح. في هذا الاثناء غادي نوجد ايضا الكرامبل عندي 40 غرام زبده، 40 غرام فرينه و40 غرام سكر، يعني نفس الجرام. عجنتهم مليح، من بعد زدت القليل وديت فانيليا، هنا تاني زدت شويه فانيليا، ومن بعد درت عليهم، عجنت اولا السكر الفانيليا الزبده والفرينه، عجنتهم كاع مع بعض 40 غرام كل واحد. ومن بعد زدت اللوز، هنا تقدروا تدوا اللوز مطحون ملعقه كبيره، انا هنا درت ملعقه كبيره من اللوز إيفيلي وخلطهم مليح ودرتهم في ساشي ودرتهم في الكونجيلاتور. هذا الكرامبل يعطي كوش بزاف في هذه الكيكه تاع التفاح. هنا العجين اختمر لي تاع لي بيني، رحت درت الفرينه لان العجينه تلتصق. الفرينه على لو بلان دو طرافاي، ولا انا نخدم بزاف على هذا البلاستيك هذا، وفرتها فقط بيدي باستعانه بالفرينه. سويت الاطراف تاني غير بيدي على شكل مستطيل وقسمتها شرائط. انا السمك تقريبا 1 سنتيمتر او اقل بقليل. هنايا للشرائط الطول والعرض كما تبغوا نتوما، انا درتهم صغار. ومن بعد الشرائط هادو درتهم على ورق الزبده، وقصيت ورقه الزبده على حساب الحبه، يعني كل حبه قصيت لها على حسابها ورق الزبده، لاني راح نقليها بها بالورقه تاعها فوق في المقلاة، غادي نقليها بها بالورقه تاعها. فت هكا الشريط حطيته على ورقه الزبده، ثم قطعت ورق الزبده على حساب كل شريط وخليته يختمر لاني راح نقليها به. فيما بعد رحت وجدت التفاح، بشرت 2 حبات تفاح بهذا الشكل، زدت عليهم ملعقه كبيره من الزبده، ملعقه من السكر، وديتهم فوق النار باش يتكراميليزا شويه هذا التفاح.
بعد اللي برد لي جبت الجزء هذاك اللي خليته له، درته في صينيه او في اناء ولا اي حاجه طيبوا فيها، راكم باغي طيبوا فيها، دهنتها وفردت هذاك العجين الجزء اللي خليته ودرت فوقه التفاح اللي درناه كراميليزي. ومن بعد جبت الكرامبل اللي كان في المجمد وقطعتها قطع صغيره ودرتها فوق التفاح. الفرن مسخن على 150 درجة. الآن راح ندي هذا يطيب، ندي معاه أيضا الكب كيك اللي قطعت الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء ودرتها فوقهم ودرتهم للزوج يطيبوا. هذا البني أيضا راح نقليه، وهذا هو الشكل النهائي. نقلوا البني على نار هادئة به بالورقة تاعه كي يطيب لنا، نقلعوا الورقة تنقلع وحدها. التزيين كالتالي: التزيين هنا البني حشيتهم بالشوكولا، شوكولاتة اللي خففتها بالقليل من الزيت، ملعقة من الزيت خففتها وحشيتهم حشيتهم بالشوكولا. ودرت من الفوق قليل من السكر غلاس. تزيين كما راكم تشوفوا اختياري. هذا هو لي كب كيك تاعنا بالشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء اللي درتها من الاعلى، جاو شابين وبنان بالبزاف. والابل كيك هذا رائع. الكرامبل عطاه واحد الذوق شباب بالبزاف. جربوا هاد الوصفات، شوفوا في خطرة درتهم، شوفوا البني كيفاش جاو خفاف 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 ريشة وبنان بالبزاف. جربوا الوصفات وما راحش تندموا عليهم لأنهم من أروع ما يكون. زور قناة ماي بسكوت، نتمنى تشتركوا في القناة فضلا إذا كانت هذه أول مرة تزوروا فيها القناة، وتبارطاجوا الفيديو إذا أعجبكم. أمتي لايك راح يفيدني وراح يشجعني. إلى الملتقى في فيديو آخر من فيديوهات ماي بسكوت.